الحاله انا عايز اطبق الكلام اللي احنا عملناه كله دلوقتي على الحاله دي. حاله متخوفه من زراعه اسنان، حاله خايفه وجايه عايز يعني المشكله في الزراعه بالذات انه انسان ما عندوش سنان وجاي نفسه يطلع بابتسامه جميله، يعني هو ما عندوش بالزبط. يعني عامل زي بالظبط عنده حته ارض فاضيه وعايز يعملها فيلا حلوه بالظبط، يعني مش مثلا عنده سنه وبيتخيل انها تبقى احلى يعني بالظبط. فده مثلا يعني جاي احنا نعمل له سيكون طبعا بنبتدي زي ما احنا متعودين دايما ان احنا نخطط بالاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، نحط الزرعات باستخدام الكمبيوتر والاشعه المقطعيه على الفكره ان احنا وي ريزد ذا ليفل اوف اكسبكتيشنز بتاعنا. احنا اللي رفعنا، احنا اللي عملنا في نفسنا كده، ودي حاجه حلوه. رفعنا توقعات المريض في ان هو الاسنان اللي هيحصل، بدل ما لا انا عايز اكل وخلاص دكتور، لا انا عايز سنان حلوه وشكلها حلو ولسه شكلها جميل. نبتدي نشوف لا دي مثلا الزرعه دي طويله، دي طالعه بره العظم، لا في الحاله دي انا محتاج اطلعها. في الحاله زي دي نحتاج نرفع الجيب الانفي. انت فاهمني؟ هرفع الجيب الانفي ازاي؟ عن طريق مثلا حاجات معينه بالموجات الصوتيه من غير جراحه. كل ده وي جو ثرو كذا مره. طيب مريض تاني عنده الاسنان السنه مكسوره وبقيه الاسنان برضو عايز يجملها، مش مجرد ان الناب مكسور بس، لا طب انا عايز كمان يبقى عندي هنا في سنه وفي نفس الوقت عايز سناني شكلها حلو. طب من حقك ممكن تاخد ده بطول لاينز، يا اما عن طريق البورسلان الزجاجي يا اما عن طريق الزركونيا الشفاف. الحاله هنا وي هاندلت بالزركونيا البورسلان الزجاجي. فعملنا ايه؟ البورسلان الزجاجي شفاف، فابتدينا ان احنا نعمل قشره تجميليه على الاسنان، والناب ده زرعناه وحطينا له الجزء العلوي من الجزء العلوي من الزرعه من الجولد بليتد بارت او المغطى بده. طيب بعد كده السنه نفسها عشان ما تشفش اللون الاصفر بتاع الجولد، ابتدينا نعمل جزء اقل شفافيه من تحت زي القشره التجميليه بتاعت السنان بتاعها، وعليها القشره زيها زي السنان بتاعها. يبقى انا بديله وظيفه بسنه شبه السنان اللي هي شبه سنانه. بنحط الجزء ده الاول اللي هو الناب ده اللي ما كانش موجود خالص، نحطه ونحط عليه الجزء اللي هو اقل شفافيه، وبعدين اقوم حاطط القشره التجميليه على الاسنان جميعا. فاصبح عندي ابتسامه حلوه وعوضنا الاسنان المفقوده، يعني الاثنين. انت فاهمني؟ جامده طبعا. ممكن العبها بطريقه ثانيه يا دكتور ايمن. ممكن يجي لي المريض عنده برضو اسنانه فيها يعني ده كانت حاجه بشعه قوي. يعني كانت ما فيش خالص، اصبحت سمايل ممتازه. يعني من تحت الصفر ل 100%. انت فاهمني؟ فده الصفر كان ضايع. فده هو بقى ايه؟ انا النهارده انا مش عايزك تقلق ان انت فاكر نفسك ان انا لا يا دكتور ده انا مفيش امل، ده انا حالتي صعبه. انا اي مريض بيجي يقعد على الكرسي ويقول لي دكتور بص ما تتخضش لما افتح بقي، اقول له ما تقلقش خالص، انت اللي هتتخض لما تفتح بقك بعد ما اخلص من الذهول من سنانك اللي بقت ما بيتوقعش انها بالشكل بتبقى اكسبكتيشنز هايله. هايله جدا هايله وبنبقى مبسوطين قوي 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 من ال بتاع. يمكن انا هجيب لك كده فيديو مجمع هيعجبك قوي. ان انا ابتديت من كتر ما بتاع احنا عشان تريز المورالز بتاعت الستاف بتاعنا عشان نرفع معنوياتهم. فبيبتدوا ان هم مسجلين اللحظه اللي بعد ما المريض يشوف سنانه بعد ما نخلصه. فعاملين فيديو مجمع كده هيعجبك قوي، هيعجبك هيضحكك جدا. زغاريط بقى والله اكبر ومش عارف ايه حاجات